يعني الحين المشكلة عندنا في إندونيسيا بعض الأحيان يعني الزواج يبغى له عادات وتقاليد ومبالغ كثيرة، والحين عندنا أصحابنا ما شاء الله البنت تبغى الولد والولد يبغى البنت، ولما نتصل على أبوهم بنستأذن منهم قالوا لا لازم في زفاف وزواج وعادة ومهر كذا وكذا، يعني شيء ما هو سهل. وكيف الطريقة سيدي؟ الله يحفظكم دنيا آخرة إن شاء الله تعالى. والسؤال الثاني الله يحفظكم في التوحيد شوية وخارج عن الموضوع، يعني هل دعاء الخلق يتأثر الله سبحانه وتعالى يتأثر بدعاء الخلق له؟ يعني إذا واحد دعا دعاء قال يا رب كذا ربنا يتأثر ويغير له قدرته ولا كيف؟ وسامحون الله يحفظكم. استغفر الله، حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم أهلا وسهلا بدعواتكم، لا تنسونا سيدي يا رب. أجدد الدعاء لكم إن شاء الله، وفقكم إن شاء الله لخير الدنيا والآخرة. آمين يا رب. حياكم الله. دعاء سيدي. الله يحييك. الله سلام. طبعا شيخنا ممكن نجيب عن الأخ علي يسأل في البداية: الزواج في أندونيسيا يحتاج إلى مبالغ كبيرة وعادات وتقاليد، فكيف السبيل؟ هو هذا المرض هم انتقل إلى أندونيسيا مع الأسف، وفي كل العالم وين ما نسمع دائما الناس يشتكون من تعقيدات الزواج والمهور الغالية والاشتراطات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وبذلك يتأخر سن الزواج والعنوسة تكثر والمفاسد تكثر. ليش؟ إلى متى هذا الشيء هذا؟ إلى متى أنتم في جاهلية ثانية؟ هذه ترى هم من الجاهلية الثانية. الإسلام جاء وفي الرواية الشريفة عن نبي الله صلى الله عليه وآله لتتضع المناكح. تتضع المناكح يعني شنو؟ يعني المناكح تصير ماذا؟ متضعة، خلاص سهلة يسيرة، ما يصير بها تعقيدات. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، انتهى الموضوع. أحسن مهر يقدم هو مهر السنة، وهو مهر فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، 500 درهم فضة بس، كافي. مقداره بزماننا هسه مقداره ايش مدريني انا بالحسابات تعبان. يمكن ما ادري يصير يمكن 500 درهم فضة، حسبوا لنا شوفوا يعني يمكن 500 600 باوند هالحدود، 1000 دولار مثلا، شوية أقل لعله شوية أقل، بس كافي خلص بعد، هذا كافي. 800 دولار سيدي يقول 800 دولار كافي. يريد أن يقدم زيادة على هذا هدية لها لتجهز نفسها لمثلا تصلح من شأنها، لا بأس، خير ونعمة إذا كان متمكنا. إذا كان متمكن لا بأس، بس البركة هي في مهر السنة، مهر فاطمة. أصلا عندنا حديث حقيقة حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وآله، مضمونه هكذا: خير نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. يعني شوف شلون أصبحهن وجهها صبوح ومهرها قليل. المرأة ترى إذا وضعت شروط كثيرة على زوج، مؤخر ومقدم وحاضر وغايب بعض، أكو ظاهرة صايرة الآن خاصة عند الإيرانيين، ظاهرة حقيقة يعني مصيبة، على أساس المهر ما يكون إلا وزن البنت ذهب، يزنونها ذهب يعطون في مقابله. زين بلكي هذه فيلة بالله، شلون يعني هاي شلون بالله يطلعون ذهب؟ شنو هالحكي هذا؟ شنو هالمسخرة هذه؟ ما هذه الجاهلية الثانية، هذا مو صحيح هذا المنطق. وزن ذهب ولازم تكتب لها بيت باسمها وما أدري. هذا الشاب المسكين اللي تو الآن بالكاد يكون نفسه، بالكاد قادر أنه يمشي بحياته، يشوف كل هذه العراقيل، يعني حتى إذا يريد يتزوج ما يصير عمره إلا فوق 40-50 سنة، يمكن أن يجمع هذا المبلغ حتى تتحقق هاي الشرائط. طيب وهذا الولد يريد تلك البنت والأسرتان تمتنعان، لا لابد هاي الشروط ولابد الجهاز والشقة والبيت والما أدري كذا. شنو هذا؟ فيلجأان إلى ماذا؟ إلى الحرام، إلى الحرام والعياذ بالله، يضعان أسرتيهما أمام الأمر الواقع. المجتمع غلط، المجتمع جاهلي، المجتمع. النبي أصلا عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني حقيقة حتى تعرفوا الإسلام لما جاء
للعلم أحد أسباب، خلي أقولها شوي نتوسع به لا بأس، لأنه مشكلة ابتلاء عظيم نعوذ بالله. أحد أسباب تقدم الغرب تعرف شنو؟ أنه هاي التعقيدات غير موجودة. الشاب ما أصلا حتى زواج ما عندهم، خلاص شاب يروح شاب وشاب كذا بوي فريند جيرل فريند، انتهى الموضوع، خلاص يعيشون سوية، الأسر لا تملك من أمرها شيئا. فيصير تقدم لأنه هذا الشاب ما يضغط على أعصابه شيء، لا تضغط على أعصابه، لا يضغط على جسده شيء. الفتاة نفس الشيء، نفس القضية، ما عندهم عنوسة، ما عندهم مشاكل، الأمور ماشية، فينطلق في آفاق الحياة، يكون مستقر نفسيا جسديا أسريا، مستقر تماما، فينطلق يبدع في حياته، يتطور، يتعلم، يشتغل. كذلك الفتاة أو المرأة ما عندهم هالمشاكل. أما في المقابل عندنا إذا واحد أراد أن يتزوج، شابة، 1000 عرقلة وعرقلة، 1000 سد وسد أمامهما. الزواج أصلا عادة في ثقافتنا الشرقية للعلم والإسلامية والعربية شيء مخيف مرعب، يعني شيء مخيف، كأنه واحد شنو يعني يدخل في عالم جديد، في عالم مليان تعقيدات وشروط وإلى آخره، وهذا يتدخل وذاك يتدخل، والزفاف لازم يكون بهذه الطريقة وما أدري كذا. يا عمي بلا هم بلا غم. عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه يقول نحن نزوج بناتنا، شوف بنات الطاهرين، احنا ما نتكلم بعد عن بنات الأيام، بنات الإمام الصادق عليه السلام، يقول نزوجهم وإحنا نأكل على السفرة، وإحنا نأكل غدا، ماكو واحد جاي لنا غدا كذا، فأقول لو زوجتك ابنتي يقول قبلت، خلاص هذا أثناء السفرة، يعني يقول إيش رأيك أزوجك بنتي، عرفت شلون؟ بهالطريقة بهالبساطة، يعني بهالبساطة، بغير يعني سابق إعداد، بغير أمور، خلص يخلص الغداء على الغداء، على المأدبة نفسها، على الأكل، يخلص شو اسمه، يروح أخذ زوجتك واذهب مع السلامة. هاي شوفوا شلون. لابد أن نرجع إلى أحكام الإسلام حتى نقضي على مشاكلنا الاجتماعية، على مفاسدنا، على البلاوي اللي احنا نقع فيها هذه الأيام. شبابنا ضايعين، شاباتنا ضايعات، والله مصيبة. الله يحاسب الجميع. ولذلك هنا يتدخل الحكم الشرعي، وهذا جواب على الأخ الكريم الأخ علي. هنا يتدخل الحكم الشرعي. الفتاة الرشيدة إذا تقدم لها من هو كفء لها في دينه، في مروءته، في شهامته، في خلقه، والأب أو ولي الأمر تعنت وعضلها، هنا لها أن تلجأ للحاكم الشرعي، أي مرجع التقليد أو من ينوب عنه، فيزوجها بولاية الحاكم الشرعي. تسقط ولاية الأب، تسقط ولاية الأب، ويحل محلها ولاية الحاكم الشرعي، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ما لك حق تمنع بنتك من الزواج، تريد أن تتزوج ما لك حق تمنع. لا ما تصير كارثة. ليش تصير كارثة؟ خلي يسوي مليون مشكلة أبو البنية، جهنم، حكم الله، هذا ما في لعب. لأنه إذا ترك الأمر هكذا وتحبس الفتيات، وهذا اللي حاصل، تحبس الفتيات عن الزواج، يطول بهن العمر بسبب هاي الأمور، يقعن في سن العنوسة، بعد لا يلتفت إليهن أحد، تصير عقد نفسية، تصير مشاكل، تصير مليون مصيبة، انحرافات، ممكن تلجأ أصلا تهرب من بيت أبوها. هاي شوفوا كثير من البنات يهربن من بيوت آبائهن، يلجأن إلى الغرب وكذا، يقول أبوي مانعني من الزواج، مقيد علي، خانقني. والمشكلة يصير ارتداد على الدين، مو كل الفتيات ملتزمات. فإذا وجدنا مثل هذه التقييدات وهذه العقد من الآباء، يرتددن حتى عن الدين، تخلع الحجاب وتصير فاسقة وتلحد أصلا، تصير ملحدة أصلا. شوفوا الملحدات اللي في الغرب كلهن عشنا حياة ماذا؟ حياة مليئة بالعقد، شرائط وقيود ما جاء بها الإسلام، ما أنزل الله بها من سلطان. إلى متى؟ الحاكم الشرعي هنا يتدخل.
فلذلك الأخ الكريم نقول له الفتاة المؤمنة الرشيدة، على أن تكون رشيدة، يعني مو واحدة هبلة، لا، واحدة ما تفهم مصلحتها وين، لا، يعني يرى منها الحاكم الشرعي رشدا، يراها عاقلة متدينة فاهمة مصلحتها، ويستنطق أبوها، يقول لي أبوها أنت ليش ما تزوجها؟ هذا قد تقدم لها الكفء، ما لك حق أنه أنت تمنعها. فإذا تعنت وأصر وعاند تسقط ولايته، خلاص، هذا حكم الإسلام. فالحل موجود إخوان، يحتاج فقط إلى شيء من الشجاعة، وصاير هذا كم مرة صاير، وفتيات تزوجنا على هذا الشيء ورأينا الخير والبركة، وأخيرا آباؤهن ماذا؟ رضخوا للأمر الواقع، يعني قبلوا بالأمر وأصلا يشكرون، يقولون حمدا لله أنه هذا الشيء قد وقع، احنا كنا في غفلة، يعني وقفنا أمام مستقبل بناتنا. أما بالنسبة للأولاد فمفروض ما نتكلم، يعني أنت كن رجل، لا تخلي عليك سلطة، استشر أباك، استشر أمك، استشر أهلك، لكن إذا وجدت منهم تعنتا، وجدت منهم تقييدا، يضعون لك شرائط، هذا كله ديره وراء ظهرك، لا تهتم أصلا، أنت رجل لك كامل الأهلية، خلص. إذا رأيت في أحدهن صلاحا تزوجها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله، ترى الخير والبركة في ذلك، أنت لا ولاية لأحد عليك، الولد هذا البالغ لا ولاية لأحد عليه، خلص، يتزوج ويتوكل على الله.